السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات قمر. فيديو جديد وصفة جديدة ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم الصابلي بواحد الكمية اللي وفيرة، فقط بحبة بيض وب 125 غرام ديال الزبدة. وغنعطيكم بعض الاسرار باش هكا الصابلي ديالكم ما يتقلص ما والو، كيبقى في الشكل ديالو وكذلك كيجي محمر. فالسر ديال الصابلي او النجاح للصابلي هو الطياب ديالو، باش كيجينا طايب من الداخل او من القلب ديالو. فغنخليكم على طريقة التحضير وفي نفس الوقت نعطيكم المقادير. فبسم الله. فاول حاجه على بركه الله، في الاول راني عبرت الكميه ديال الدقيق اللي غنحتاج، او غنحتاج اقل او اكثر 500 غرام. هنا كنجيب لها شوار، كنضيف 125 غرام ديال الزبده، قبصه ديال الملحه، نحتاج كاس ديال السكر سنيده، خاص يكون حبيبات رقاقين، كاس ديال الزيت نباتيه، بيضه وحده، كذلك كما ذكرت معكم كيس ديال الفانيلا، وكذلك القليل من نكهه ديال البسكوي ونكهه ديال النطا. ضروري انني نضيفهم في هذه العجينه ديال الصابلي. غنطحن مزيان هاد المكونات، من بعد كناخذ الكميه اللي كتكون شويه كثيره، غنضيف عليها الدقيق خاص بالحلويات، ونصف الكميه اللي غتكون قليله. تقريبا الخليط هذا كنخلي منه واحد 100 غرام باش ندير فيه الكاكاو المور ونكهه ديال النوغا. صراحه هاد الصابلي كيجي من اروع ما يكون. هنايا كناخذ نصف الكميه اللي خليتها كيف كتشوفوا، كنزيد 2 مغارف صغار ديال الكاكاو المور، النكهه ديال النوغا. صافي هنايا الخليط اللي تيكون هكا بالنكهه ديال البسكوي وبالفاني وبالناطا، كنضيف ليه الدقيق بالتدريج، ومن بعد كنجمع العجينه ديال الصابلي فقط بالاطراف ديال الاصابع، ما خاصهاش تدلك وما خاصهاش تعجن، باش الصابلي ديالنا ما كيتقلص وما كيطلقش الزيت. صافي حتى كنتحصل على القوام اللي بغيت. العجينه ديال الصابلي غادي تلقاوها في القناه ديالي بكل التفصيل ديالها، باش هكا تنجح معكم من اول تجربه. هنايا الخليط اللي فيه الكاكاو المور كنضيف ليه الدقيق بالتدريج حتى هو كيتجمع بكل سهوله. الكميه ديال الدقيق اي الفرينه اللي تخت في هذه العجينه ديال الصابلي 500 غرام بالضبط، ولكن بعض المرات كاين الدقيق كنديروا اقل او كنديروا اكثر، لان كاين بعض الانواع ديال الدقيق اللي كيتشربوا. هنايا كناخذ العجينه كنطلقها ما بين بلاستيك غذائي، وكنرش بشويه ديال الفرينه لان كاين واحد شويه ديال الصات. صافي ومن بعد العجينه خاصها تكون رقيقه، خصوصا اللي غادي تبغيو انكم تلاصقوا داك الصابلي خاص يكون رقيق. صافي غادي نشكل اشكال اللي بغيت، ومن بعد غنستفهم في الطاوه. وهنا العجينه اللي كتكون بالكاكاو، لان هاد الوصفه طلبتوها مني انني نشارك معكم ديال هاد الصابلي، غادي نديرهم في هاد القوالب ديال خاصين هكا بالحلويات. صافي ومن بعد غنطيب الصابلي على النار اللي تكون مهيله حتى كيطيب على خاطرو، من بعد كنخليه يتحمر. المهم الطريقه ديال الطياب غتلقاوها في القناه. السير ديال الصابلي هو الطياب ديالو، ما تبعدوش عليه باش ما يتحرقش معكم. هنا غنوجد معكم النوغا، كذلك غنحتاج 50 غرام ديال الجليكوز، 50 غرام ديال الزبده، خاص ضروري تكون الزبده ديال الاكل او ديال البواطه، 50 غرام عفوا 50 غرام ديال السكر السنيده، قبصه ديال الملحه. وكنحط كل شيء على النار اللي تكون متوسطه حتى كيذوب داك السكر والزبده والجليكوز. من بعد ما كنشوفوا بدا كيغلي واحد شويه، كنضيف 100 غرام ديال اللوز ايفيلي هكايا، ومن بعد كنرجع كل شيء على النار اللي تكون هكا ناقصه ماشي مجهده بزاف. صافي غير كيبدا يغلي وكنطفي عليه، ومن بعد كنعمرهم في هاد لي سيليكون، ولكن الكميه خاصها تكون قليله باش هكا ما كيفيضوش معكم. صافي كنخلي النوغا طيب على النار اللي تكون مهيله. نصف الخليط كنزيد عليه فواكه الجافه او فواكه معسله باش يعطيونا داك اللون. انا غنوجد معكم التعليكه اللي ساهله بزاف. كنحتاج كاس ديال العسل. بالنسبه لهاد العسل انا مصايبه في الدار، ما خليتوش حتى كيحمر بزاف. من بعد كنضيف واحد الكاسرونه بحال هكا، كنضيف تقريبا 2 مغارف كبار هكا ديال الناباج، ممكن ديروا مغرفه كبيره ديال الجليكوز. صافي من بعد ما كيغلي مزيان داك العسل مع الناباج، عاد كنزيد واحد 12 قطعه مربعات ديال الشكلاط الابيض. انا ما بغيتش ندير كميه كثيره ديال الشكلاط لان الجو راه بارد واحد شويه، التعليكه دغيا كتشد في راسها. صافي من بعد ما كنزيد داك الشكلاط كنرجع الكاسرونه على النار اللي تكون متوسطه او منيله حتى كيذوب داك الشكلاط مزيان، غير كيغلي وكنطفي عليه وكنقسموه وكندير النكهات اللي بغيت. النكهه ديال البيستاج وديال الفراوله او ديال الفريز وديال الحامض وديال النوغا، كذلك درت ديال الكراميل مع الناطا، النكهات كلهم مختلفين. وبالنسبه للصابلي هو من بعد ما طاب واحد الكميه اللي صراحه وفيره،
هنايا الصابلي خاصكم طيبوه على المهل باش يطيب على خاطرو، باش يتحمر، باش كياخد داك اللون اللي موحد. صراحه خدا لون واحد محمر وطايب حتى من الداخل. هاد الشكل اللي غادي نديرلو التعليكه ديال النوغا مع شويه ديال الكاكاو المور باش هكا كيتبدل اللون ديال هاد التعليكه. صافي كنضيف الكميه اللي بغيت وكنزين بحبه ديال اللوزه، حبه ديال الزبيب، وكنزيد شويه ديال الورد الاحمر، وكنزيد العقيق الذهبي. تزيين بسيط جدا وفي نفس الوقت هاد الصابلي كيجي راقي. وبالنسبه للكميه ديال الصابلي اللي تحصلت عليها بالتزيين بالفينيسيو كامل، تحصلت على كيلو ونص بالضبط. صراحه الفينيسيو كان كتير وزن معايا هاد الصابلي. وبالنسبه لهاد الشكل ديال الكاكاو كندير هاد التعليكه ديال النوغا اللي مع شويه ديال الكاكاو وصافي كنلصق هكايا. وبالنسبه لهاد الصابلي اللي كنديروه من الفوق اللي كيكون محفور في الوسط كندهنوه بشويه ديال الناباج او بهاد التريكه، ومن بعد كندير عليه شويه ديال الكاوكاو كونكاسي اللي رقيق، وكنزين بهاد بابيو بالشكلاط. كندوب بالشكلاط الابيض، كنزيد عليه شويه ديال الكاكاو باش كيتبدل داك اللون يولي بحال لون كراميل. وبالنسبه للصابلي الشكل الثالث هذا صراحه كيجي رقيق، شوفوا معايا كيكون رقيق، ولكن حاولوا ما امكن انكم تزينوا غير بشويه باش هكا ما يتكسرش معكم. صافي ومن بعد كندير التعليكه ديال الناطا اللي مخلطه مع شويه ديال الكراميل، وكنزين كذلك بنص حبه ديال البيستاج، وكذلك حبه ديال الزبيب، وغادي ندير العقيق الذهبي، وغنزين كذلك بالورد. تزيين بسيط جدا وفي نفس الوقت هذا الشكل كيجي راقي في المنظر، واخا تيكون سامبل ولكن تزيين زادوا واحد الجماليه في هذا الصابلي. صراحه رقيق بزاف وراه طايب. الصابلي كيخرج لينا كميه صراحه كبيره. هاد الكميه كديروا جوج ديال لي بلاطو، غير خاصكم من ديروا هاد الصابلي كتحسبوه صافي باش تعرفوا الكميه اللي راكم دايرين. الكميه اللي تحصلت عليها انا كيلو ونص بالضبط بالفينيسيو. وبالنسبه للنوغا لو بغيتوا انكم تحتفظوا بها في المجمد فممكن تحتفظوا بها في المجمد باش كتبقى لكم هكاك مقرمشه، باش كتبقى محافظه على الشكل ديالها. ان شاء الله غنشارك معكم بزاف ديال الوصفات عفوا النوغا اللي غتكون مختلفه بالكاوكاو وكذلك بالزرارع. هذا الشكل ديال الورطه كنلصقوه على جوج، كيكون صراحه الصابلي رقيق. الا بغيتوا انكم ديروا غير حبه وحده ولكن الصابلي خاص يكون شويه غليظ، كنلصق انا بهاد التعليكه ديال الكراميل والناطا، وكندير شويه كامل الفوق وكنلصق ديك النوغا. وبالنسبه لهذا الصبلي المعروف اللي صراحه كيبغيوه بزاف ديال الناس، كيكون محفور في الوسط او متقوب في الوسط، كندير ليه ديال التعليكه ديال الفريز اي ديال الفراوله. وبالنسبه للتعليكه هذه درتها معكم بالشكلاط، ولكن انا اغلبيه هاد الصبلي كنديرو بلا شكلاط، يعني التعليكه ديالو غير بالمربى. غنشاركو معكم ان شاء الله في واحد الفيديو. هنايا دوك الدواور اللي كيكونوا هكا محفورين كندهنهم بالناباج، وكنزيد عليهم الكاوكاو اللي كيكون هكاك مهرمش او كونكاسي رقيق. وهذا الشكل مربع كنزينوه كذلك او كنلصق بالتعليكه ديال البيستاج وكنلصق عليه هاد الشكلاط. وبالنسبه ديك الحفره ديال الشكلاط انا غادي نعمرهم بالكاوكاو، غادي نزيد عليه ديك التعليكه فقط. وبالنسبه لهذا الشكل اللي بزاف د الاخوات عجبهم، كندير ديك التعليكه اللي بقات لي فيها النكهه ديال الناطا، الكميه اللي بقات لي واحد القليله كنزيد عليها واحد المغرفه صغيره ديال الزبده كندوبو مزيان، ومن بعد كنزيد النكهه ديال الناطا كيف ما ذكرت معكم، وغنضيف الكوك. غنضيف الكوك رقيق. بالنسبه للكوك الغليظ غنديروه للتزيين. غنحتاج هنا تقريبا واحد الكميه ديال الشكلاط دايبه بالبيض، كنزيد عليه الكوك اللي تيكون غليظ. الكوك اللي كيكون غليظ ما يكونش رقيق. بالنسبه لهاد الحشوه اللي درت معكم جربوها فاكيد غتنال الاعجاب ديالكم، كتجي معنلكه. وكنعمر هاد الطويصات ديال العجينه ديال الصابلي او هاد القوالب او لي طارطوليت، كنعمرهم بالتعليكه اللي مخلطه مع الكوك، ومن الفوق كنزيد شويه ديال الكوك اللي غليظ شويه. من بعد كنكلاصي بهاد الشكلاط اللي مع الكوك
حتى كيتغطى مزيان. هاد لي طارطوليط غنخليهم حتى كينشفوا. بالنسبه للتزيين غناخذ اللوز هكاك خضر كنقسموه على 4 ومن بعد كنزين به وورق الذهبي. كي يكون هذا هو الشكل النهائي ديال الشكيلات اللي شاركت معكم ديال الصابلي. الصراحه كانوا مختلفين على بعضياتهم، زينتهم كاملين كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. والشكل اللي فيه الشكلاط ابيض زدت عليه النكهه ديال الحامض او التعليكات ديال الحامض، وزينت بلي بابيون اللي ملونين هكاك باللون الاصفر. صراحه اشكال مختلفه، والصابلي كيبقى في الشكل ديالو ما كيعواج وما كيتقلص. انا بغيتكم انكم تجربوا هذا الصابلي اللي فيه الكاكاو والمور، الصراحه كيجي لذيذ بزاف. بالنسبه للتشكيلات هادو كاملين اللي درت معكم كانوا اشكال مختلفه. وبالنسبه لذاك الصابلي اللي لصقته بالشكلاط اللي مربع، ديك الحفره كنعمرها بالكاوكاو اللي كيكون كونكاسي او مهرمش يكون رقيق، كنخلطو مع ديك التعليكه ديال البيستاج ومن بعد كنزين الفوق بالورد. تزيين كان بسيط جدا. وبالنسبه لهذا الشكل اللي بزاف الاخوات كانوا باغيين، غادي نقسموه معكم باش تشوفوا التعليكه اللي كتكون من الداخل. صراحه واحد الحشوه اللي كتجي بنينه، وهذا الصابلي كنصحكم تجربوه. فغنخليكم مع فيديو جديد ووصفات جديده. دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.